السمك في متناوله، وأن نلجأ إلى التصدير في المرحلة الثانية، وأن نمنع أولئك المدمرون لثروتنا السمكية من الدخول إلى الساحل الجزائري، لأنهم يدخلون من دول الجوار ويسرقون أسماكنا. لابد أن يكون التعامل معهم تعامل صارما. حماية ربما. زيد حتى دول الجوار تدي الماء من تحت الجزائر. الجانب الآخر لابد نحتاج إلى مدارس لتطوير يعني الصيد البحري وتربية الأسماك. مدرسة تكون كل المواطنين حتى الأميين اللي ما يعرفش القراءة والكتابة تعلموا، وبكل المستويات. نزيدوا نعطوا تحفيزات للناس اللي يربيوا الأفراخ، يعني تاع الأسماك التي تدخل في تربية الأسماك. وتربية الأسماك كاين في البر وكاين في البحر. حتى الذين يربون الأسماك في البر نعطوا لهم امتيازات جبائية وجبائية. هنا نقدروا نطوروا القطاع الصيد البحري. إذا ما درناش معناه أننا نتعمد أن يبقى الجيران يدخلوا يسرقونا، ونحرم أبناء الأمة من أن يستفيدوا من الامتيازات الجبائية والشبه الجبائية وحتى الجمركية لما يصدر للخارج. هذه السلسلة التي أتحدث عنها تحتاج إلى صندوق وطني لدعم تربية الأسماك في البحر. إذا ما عندناش صندوق وطني لدعم تربية الأسماك في البحر سنظل دائما متخلفين جدا في هذا المجال. احنا عندنا لحوم الحمير طازجة هنا في الجزائر، حتى عندنا تشبع من الحمير، يعني نروحوا فرق الحدود تاعنا نشوفوا البغال والحمير اللي عندنا قادرين حتى اننا نصدروها. فهمتي؟ يعني اذا كانت هذه في السوق العالمية يعني عندها بورصة قوية، يعني نقترح اننا نقتحموا هذا السوق العالمي، لانه عندنا هذه الثروة الحيوانية.